بيتهيألي أنا عملت كل اللي عليا معاكم طول السنين اللي فاتت. مش قادر أستحمل زيادة وخايف أخسر أكتر من اللي خسرته، وعشان كده أنا قررت أبعد. بيحكي وبيقول 20 سنة جواز وفي الآخر أخدت قراري أنا هبعد. قال لها مش هقدر أكمل معاكي، خلاص الولاد كبروا وتقدروا تعتمدوا على نفسكم من غيري، وكده كده هسيب لكم اللي هيكفيكم. كانت قاعده قدامه متماسكه كعادتها، ومفكرتش تدافع عن نفسها رغم انها عارفه انه بيقابل واحده تانية. كل اللي قالته له طب ممكن بس شهر. قال لها وايه اللي هيحصل في الشهر ده؟ قالت له ده اخر طلب واعتبره مكافاه نهايه الخدمه. سكت شويه وقال لها شهر واحد مش اكتر. بكل كسره قالت له ربنا يخليك، بس أنا ممكن نطلب حاجه في الشهر ده؟ كل يوم نتغدى سوا وبعد الغدا تشيلني لحد الأوضة. قال لها ايه الكلام الغريب ده؟ قالت له دي أول مرة أطلب منك طلب وأرجوك اقبل. بكل تغصب قال لها ماشي موافق، وفي سره بيقول اهو شهر وهيعدي بالطول ولا بالعرض وبعدها هبقى بحريتي. تاني يوم رجع في ميعاد الغدا وقعد على السفرة، بص لولاده وهما بيحطوا الأطباق ومامتهم في المطبخ، لقاهم منظمين جدا ونضاف جدا وبيحطوا الاكل بمنتهى الادب. قعد ياكل وهو بيراقبهم بعينيه، بقاله كتير ما كلش معاهم. لقاهم بيتكلموا مع مامتهم عن حياتهم وعن ظروفهم وهي بكل حكمة بترد عليه. بعد ما خلصوا الأكل والولاد دخلوا أوضهم، فضل قاعد مستني الأم عشان يشيلها لحد الأوضة، ومرة حوالي ساعة وهي واقفة بتنظف المطبخ بعد الغداء، وجات له قام لف إيديه حواليها وشالها. في الأول كان مستغرب ومتضايق ووصلها لحد الأوضة وخرج على طول عشان يرتب حاله طبعا ويخرج. تاني يوم اتكررت نفس الأحداث. كان متخيل إنه هيتعب من شيل مراته، بس أخد باله لأول مرة إنها خاسة قوي وبقت هزيلة بس لسه جميلة. تالت يوم وهو شايلها بص على شعرها من غير ما تاخد بالها، لقى مليان خصل بيضة. كان بيرجع البيت وهو متضايق، بس بعد أسبوع على الحال ده بقى يستنى ميعاد رجوعه عشان يطمن على ولاده. مرة حوالي نص الشهر، وكالعادة بعد ما شال مراته لحد الأوضة لقى نفسه مش عايز يخرج. جاب كتاب وقعد يقراه وهو قاعد جنبها، بس أخد باله إن مراته بتاخد دواء. قال لها هو إيه ده؟ ودي كانت أول مرة يتكلم معاها من بعد الاتفاق. قالت له أبدا ده مسكن، أنا بس مصدعة شوية. كمل قراية واعتذر عن الخروج في اليوم ده. بعدها بيومين وهو شايل مراته كالعادة لقاها لفت إيديها حوالين رقبته، والأول مرة ما يبقاش متضايق ولا عايز الوقت يعدي. عدوا كمان 10 أيام، لقى نفسه بيرفع سماعة التليفون. ألو، أنا آسف مش هينفع نتقابل تاني، أنا لازم أكون موجود في البيت وكل يوم. اليوم اللي بعده أخد أجازة لأنه كان نفسه يقضي يوم في البيت. جه جواب باسم مراته، دافع الفضول فتحه لقى طلب. اليوم اللي بعده أخد أجازة لأنه كان نفسه يقضي يوم في البيت. جه جواب باسم مراته، دافع الفضول فتحه لقى طلب عاجل من المستشفى للاتصال بيهم للضرورة. اتصل بالمستشفى وكانت المفاجأة يا فندم زوجة حضرتك المفروض ترد علينا، هتعمل عملية استئصال الورم ولا لأ؟ الدكتور المعالج قدامه يومين بس ويسافر، وفرصة نجاح العملية لو حد غيره هو اللي عملها ضئيلة جدا. كان بيسمع الكلام ده وشريط بيمر قدام عينيه. يومين ويسافر، هم دول اليومين اللي فاضلين في المهلة؟ هو الدواء ما كانش مسكن للصداع، ده كان مخدر عشان تقدر تتعايش مع الألم. رد عليهم وقال لهم أنا بأكد الحجز، وقفل معاهم وقام يجري على مراته ودموعه بتجري قبله، وطى على إيديها وبسها. حست بيه وصحيت، قامت من نومها مخضوضة عليه. مالك في ايه؟ قال لها خبيتي عليا ازاي انك تعبانه؟ ازاي تختاري انك تعيشي الشهر المهله بالطريقه دي بدل ما تختاري انك تتعالجي؟ قالت له ايه فايده اني اخف وافضل عايشه لوحدي؟ انت اصلك كنت وحشني جدا، الشهر اللي عشته معاك كان احسن مكافاه نهايه خدمه ليا. قال لها وحياه كل شعره بيضه طلعت في راسك جوه بيتي، وحياه ولادي اللي ما حسيتش عمري بتعب في تربيتهم عشان كنت سايبهم لك، وحياة سنين عمرك وشبابك اللي راحوا وانتي ساكنة وعايشة عشان خاطر البيت والولاد، وحياة كل حباية مسكن أخدتيها وأنا مش حاسس بتعب. ربنا يمد في عمري بس عشان أعوضك على اللي خدته منك. خرجوا جري على المستشفى، خلصوا التحاليل والأشعات المطلوبة والعملية اتعملت والحمد لله نجحت. بس النجاح الأكبر كان في حياتهم اللي ابتدت بعد العملية. لو بيتك نظيف وولادك متربين كويس، لو هدومك نظيفة ومكوية ودولابك ريحته حلوة، لو شراباتك موجودة في مكانها وكتبك معليهاش تراب، لو كل حاجة من حاجتك بتدور عليها بتلاقيها وبتاكل الأكل اللي نفسك فيه، يبقى تأكد إن مفيش قوة خفية بتعمل كل ده. اللي بيعمل كل ده مراتك. يا بختك لو لسه عندك فرصة تراجع نفسك، يا بختك لو قادر تاخد قرارك إنك تعيش أبوتك صح، يا بختك لو عرفت تفتح عينك عشان تشوف الحقيقة بوجهة نظر تانية.